بما ان رمضان خلاص كل سنه وانت طيب وفاضل 3 ايام على رمضان، فانا مديك الحلقه اللي فاتت عن رمضان ودي كمان حلقه وفي حلقه كمان جايه عن رمضان كده ترحيبا بالشهر الكريم، ويلا بينا. عارف انت المثل اللي بيقول لك الجواب بيبان من عنوانه؟ او لو انت من محب الايديومز الانجليزي، المثل بيقول لك a tree is known by its fruit، يعني الشجره باينه من ثمارها. هي فاهم؟ في مسلسلات كده بقى بتبان من تتراتها. في مسلسل يشدك عشان سمعت الاغنيه بتاعته مش اكتر. بالنسبه لي مثلا اخر حاجه افتكرها كان مسلسل ب100 وش، كان كده اللي هو سمعت نيللي كريم بتغني مهرجان، واللي هو ايه ده اللي بشوفه ده بجد فعلا؟ دي مش نيللي كريم اللي بتعيط الناس وبتسححهم في الدموع؟ واللي هو تعالى نشوف الكلام على ايه. فاخر 10 سنين كده كان في نقله، هي مش حلوه هي وحشه. ليه مش حلوه؟ النقله دي كانت ان المسلسلات تتراتها الاغاني فيها قلت، عكس مسلسلات زمان كان مثلا هينزل 20 مسلسل فانت ضامن ان في على الاقل 15 مسلسل ليهم اغنيه وبتعلق معاك، واكيد انت جه في بالك كام تتر من زمان دلوقتي. وانا مش بعيب في المسلسلات اللي تتراتها عباره عن مزيكا بس، بالعكس المزيكا حلوه برضه، وفي مسلسلات تتراتها كانت عباره عن مزيكا بس كانت جامده، زي مسلسل الزيبق، المزيكا اللي فيها كل انواع الاحاسيس. انتصار وتوتر وترقب مع مود الامام بقى. بس مش كل التترات صناعه مود الامام تقدر تعيش، عشان كده اغلب التترات اخر كام سنه ما عاشتش. احنا بقى عايزين حاجه من ريحه زمان. زمان كان كل مسلسل ليه هويته وليه التتر اللي بيعبر عن المحتوى اللي انت هتشوفه، مع قطعات مونتاجيه بتعبر عن القرار اللي بيتقال في كلمات الاغنيه. فبعد ما اسامي الممثلين تنزل على التتر بترتيب ادوارهم، بندخل في فيز ان كلمات الاغنيه هتحكي لك عن اللي هيحصل على هيئه فوتج. مش عايز اجعلص لك الموضوع، خلينا نبسطه شويه. اقوى تتر جه في بالي دلوقتي كان تتر حضرة المتهم ابي. بنخلص من ترتيب اسماء الممثلين بالفوتج بتاعتهم جوه المسلسل وبنبتدي حدوته المسلسل بقى. عندك الحته دي مثلا، دقيت على الابواب جايب لك احمد وكانه بيدق الباب على ابوه، لقيتني في السرداب. وهنا جايب لك فوتج استاذ عبد الحميد وهو مهموم لان هو في السرداب، والسرداب هو البيزمنت او زي ما بنقول كده الاوضه اللي في قاع القاع. وهنا عشان المسلسل كان بيحكي بشكل او باخر عن الطبقات، وطبعا طبقه استاذ عبد الحميد كانت من الطبقه المستضعفه اللي هتتهان طول المسلسل. غابة من الانياب، جاب لك واحد من اللي نابوا مسنون على طبقه استاذ عبد الحميد دراز، مسنونة حواليا. غابه من الانياب مسنونه حواليا. ما اظنش انك محتاج شرح للفوتج ده. اولاد اصحاب الغابه انيابهم مسنونه حوالين احمد عبد الحميد دراز. شفت بقى؟ شفت التتر مهم ازاي يعرفك كل اللي انت داخل عليه؟ ده لو اتعمل صح يعني، وقادر ياثر فيك، لان اللي كاتب تتر زي ده كان العظيم احمد فؤاد نجم، واللي بيغنيه العظيم مدحت صالح، وبكى اثناء ما كان بيغني كمان. وعامه لما انت هتعمل ري واتش للتتر ده بعد الحلقه هتلاقي كل الليركس بتاعت الاغنيه بتسينك مع الفوتج اللي انت هتشوفها. انا بس حطيت لك كوبليه كده عشان افرش لك عن قد ايه التتر مهم للمسلسل. المهم بقى، احنا عندنا اخر 10 سنين في مسلسلات رمضان اغلب المسلسلات اكتفت بموسيقى تصويريه في الانترو وفي الاوترو، ودي حاجه ليست بالجيده يا اصدقائي. بس حصل كام تتر كده كان حلو فهنتكلم عنهم في اخر 10 سنين. ونبتدي ب 2012 تتر مسلسل الهروب، يعني محمد منير جدع بلاجاه مرسى هموم قلبه. بلدي قصاد عيني قلت اعدلها، يا مربي رسيني ويا ربي اعدلها. خدت بالك برضو هنا في سينك للكلمات بتاعت التتر مع الفوتج بتاعت التتر. الاغنيه كانت حلوه، والالبوم اصلا بتاع يا اهل العرب والطرب ممكن يتحكي عنه كتير وما يكفيناش في جماله 7 دواوين. وانا فاكر ساعتها انه كان كامباك قويه جدا بعد البوم طعم البيوت اللي كان الفرق ما بينهم 4-5 سنين ولا حاجه. وساعتها بقى الاخبار كانت عوده موضه محمد منير، ولبسنا كلنا بناطيل حمراء بعد الالبوم ده. المهم يعني بين كل تترات السنه دي كان تتر محمد منير اجمدهم. ومسلسل الهروب عامه اتظلم جدا، يبقى اتفرج عليه على اليوتيوب. تعال بقى نروح للسنه اللي بعدها 2013 تتر مسلسل تحت الارض. لبدا مصلحته محدش بيلاقي راحته، الظالم بيقول مش ذنبي والمظلوم مش طيب. انا حرفيا لسه بسمع التتر ده لحد النهارده. وادم كان من المطربين الغير مصريين اللي بيعملوا تترات لمسلسلات مصريه حلوه جدا، زي مثلا مسلسل العار وكام حاجه تانية. فده كان مسلسل شددني اصلا عشان التتر بتاعه، بس ما كملتلوش للاخر. اللي شافه بقى يقول لنا رايه فيه. وتعال نروح على 2014. اكيد 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 مش هيبقى حاجه تانية غير السبع وصايا. التتر اللي كل ما بشغله في البيت او في اي حته الناس بتقول لي اللهم ان كان هذا سحرا فابطله. يعني تحس انك محتاج شفره تفك فيها الكلمات اللي بتتقال، زي ما انت عايز تفك شفره كل حلقه في المسلسل. مسلسل حقيقي كل حدث والتاني وكل مشهد والتاني قادر انه يستفزك ويشوقك، وكان من ضمن المسلسلات الفلتة اخر 10 سنين، وتتر لايق جدا على حاله المسلسل. تعال بقى كده نشوف 2015 بتقول ايه. تتر مسلسل وش تاني.
التتر ده كان ميكس بين محمود الليثي ومحمود العسيلي، وحقيقي كان جامد جدا بمجريات المسلسل اللي كان فيها سيد ابو دومه او بشريه او سيد ابو الليف اللي بيغير جلده عشان يجنون اي حد قصاده عشان يحقق اللي في دماغه. مسلسل عموما ما خدش حقه وموجود برضه على اليوتيوب، يبقى القي نظره عليه. تعالى بقى نشوف 2016 كده بتقول ايه. التتر ده ممكن يكون صادم لناس شويه، ولكن هو عزيز عليا جدا، ولما تسمعه هيعجبك جدا برضه، لانه برضه بصوت محمد منير في مسلسل محمد منير اللي البطل فيه محمد منير اللي بيحكي قصه محمد منير. بص انا ممكن اكون من 5 6 اللي شافوا المسلسل عشان محمد منير عشان هو المطرب المفضل بتاعي، بس من غير تحيز التتر لوحده في حته تانية، بالذات عشان هو عباره عن ملي بالحان اغاني محمد منير. يعني تقدمته للمسلسل فعلا حلو، انت جاي تتفرج على حاجه بتحكي عن مين؟ عن محمد منير، فطبيعي التتر يستعرض لك عن مين هو محمد منير. فالتتر بيبتدي بانا المغني. انا المغني، هو مغني وبيبتدي لك بلحن اغنيه الليله يا سمره. ومع كل كوبلين 3 بتسمع الالحان بتخش في بعضها. احنا اتفقنا اول كلمات سمعناها بلحن الليله يا سمره، بعد كده بقى بكوبلين 3 بنسمع لحن انا بعشق البحر. لما تخلص الفتره بتاعت انا بعشق البحر بنسمع لحن اغنيه هون يا ليل. بنخلص من هون يا ليل بندخل في ان منير بيدي حته كده كفر لوصفوا لي الصبر لام كلثوم، وبنسمع كوبليه اهرب من قلبي اروح على فين. اهرب من قلبي اروح على فين، ليالينا الحلوه في كل مكان. وتقريبا اخر لحن انتهى بيه التتر الاغنيه لام كلثوم، لان محمد منير قبلها بسنتين 3 كان ناوي يعمل البوم عباره عن دويتو بينه هو وام كلثوم، وكان ابتدى الخطه دي باغنيه زي يا حبنا الكبير، ومعرفش ليه ما كملش. فتوتالي هو احسن تتر السنه دي، لانه كان تتر كلاسيكي عرفك انت داخل على ايه، بنقلات الحان اغاني محمد منير كدلاله انك هتشوف تاريخ محمد منير من صغره لحد ما كبر. وبينا نروح على 2017، استحاله يبقى حاجه غير واحة الغروب. سافر حبيبي وداخل لي ودعني. ولا يا جماعه التتر ده قوي جدا، والمسلسل اقوى جدا، وكان تقديمه لايقه جدا بصوت وائل الفشني القوي، انك بتحكي عن برودكشن بحجم مسلسل زي ده، خصوصا انه كان بيحكي عن فتره قديمه. تتر ما يقلش عظمه عن تترات زمان اللي كان فيها اصوات تقيله زي بوابه الحلواني والليالي الحلميه. وتعالى بقى نروح على اكتر سنه اندر ريتد في تاريخ التترات، عشان فيها تتر للاسف اتظلم جدا، تتر مسلسل لدينا اقوال اخرى. يلي مفكر نفسك فوق البشر والناس، قادر ويكسر نفسك رب البشر والناس. التتر ده للاسف ما اتعرضش عشان ساعتها حصل جدل كبير جدا بسبب فضل شاكر. ساعتها قال لك انتوا ازاي تعرضوا تتر لحد كان كذا ورجع عن اللي هو فيه. فالمسلسل التتر بتاعه نزل بالمزيكا او اللحن بتاع الاغنيه بس كان تتر جامد زيه زي تتر الريان بالظبط بتاع فضل شاكر. تعال بقى نروح ل 2019، الموسم ده كان فيه التترات مش قد كده بصراحه، عكس السنين اللي قبلهم كانوا تترين 3 حلوين ولا حاجه. فمعانا تتر مسلسل ابن اصول. الناس الحلوه، الناس الحلوه اللي بتتشال على الراس. هو انا ما شفتش المسلسل، بس بما ان التتر عاش وبقى بيتغنى في الافراح كمان فتمام لازم يتحط في القايمه. وناهيك عن كل ده صوت حماده هلال يا اخوانا، يعني حاجه كده فاميليار جدا، زي كلامي معاكم والله بيبقى استرسال كده وحاجه اخر فاميلياريتي. بحبكم بحبكم بحبكم. تعالى بقى ل 2020. مش محتاجه كلام يعني، ده لسه بيتغنى لحد دلوقتي في الافراح وفي كل المناسبات تقريبا، وزي ما قلت لك ده كان سبب فرجتي على المسلسل اصلا. جماعه حد متخيل ان المسلسل ده بقاله 3 سنين؟ يعني احنا من 3 سنين كنا قاعدين في البيت وقتها وحظر تجول وكمامات الصبح وبتاع. يلا ايام ربنا ما يرجعها ويرجعها برضه عشان كانت حلوه. ونروح على مسلسلات 2021، والاجابه هنا ولا تتر عجبني ولا تتر منهم عاش. في اغاني في المسلسلات كانت حلوه زي ملوك الشبحانه بتاعت احمد سعد، بس هي ما كانتش تتر، فعشان كده هنحط تترين من سنه 2022، واللي هنخليه بدل 2021 اللي خيشت معانا هو تتر مكتوب عليا. واحدة واحدة حبة حبة سنة سنة تاتات، أجري سنطة بستخبى دنيا سايقة في الغابات. التتر ده بقى مش دايو او تريو، لا هم 5 اللي غنوه، وكل واحد فيهم كان بيحكي عن شخصيته بالدور اللي غنى فيه في الاغنيه، فكانت اغنيه حلوه جدا وانا بسمعها لحد دلوقتي، ولا تخليك تسمعها بره عن المسلسل اصلا، والمسلسل عامه كان حلو. تعالى بقى نروح للتتر الفائز من السنه اللي فاتت، تتر من اجمد التترات اللي سمعتها اخر فتره، تتر راجعين يا هوا. جايلكم ياللي وحشتوني
وحشتوني ومفيش حاجة تفرقنا. انا ممكن لو حد سالني سمعت التتر ده كام مره، ممكن اقول 365 مره، يعني من ساعه رمضان اللي فات وانا لحد النهارده بسمعه كل يوم مره على الاقل. وتتر دافي جدا، والفوتج اللي كانت فيه كانت لايقه جدا على جو الاغنيه، وصوت مدحت صالح اللي هو فوق الوصف وفوق النقد وفوق اي حاجه في الحياه اصلا، حاجه كده خيال الخيال. والتتر اصلا كلاسيكي بحت، يحسسك برضه بمود مسلسلات زمان، ارابيسك وسوق العصر وبوابه الحلواني والخ يلخ يلخ. فبس كده يا سيدي، دي كانت حلقه خفيفه كده عشان نسترجع بيها شويه تترات حلوه ومهمه ومؤثره. اتمنى يكون التترات دي عجبتك، ويا رب تترات مسلسلات 2023 يبقى فيها الرمى، او نحس ان التتر بيحكي القضيه اللي هتتحكي في المسلسل ويبقى فيه غنى. واحب بقى ان يكون كل الكلمات دي عجبتك، وكل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب مره تانية. وما تنساش بقى الحاجات بتاعه اللايكات والسبسكرايبات والاشياء اللي ما بنحبش نقول عليها دي. ويومك زي الفل، ويلا سلام بقى.